قال المصنف رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث أيضا لأبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها. النصال هي حديدة السهم، وهي حادة جارحة، لو مست أحدا في طرف من بدنه أثرت فيه وجرحته. فانظر هذا النصح العظيم: من دخل في شيء من المساجد أو الأسواق معه نبل فليمسك على نصالها، يعني الجهة الحادة يقي الناس منها بيده حتى لا تصيب شيئا منهم بأذى. قال: فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه. لماذا؟ قال: أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء حتى لا يؤذي أحدا. هذا يستفاد منها قاعدة في هذا الباب: ليس فقط النبل أو السهم، كل ما كان جارحا، كل ما كان يخشى على الناس أن يتضرروا منه فيكون المسلم حذرا. يعني مثلا الكراسي المتحركة التي يركب عليها من هو محتاج ويدفعه آخر في الزحام، إذا ما ينتبه ربما جرح أقدام الناس. الحديث يتناول هذا، لأن المقصود بأن يقبض على نصالها من أجل ماذا؟ أن يصيب أحد من المسلمين. إذن هذا نستفيد منه قاعدة في هذا الباب: أن يكون الإنسان محتاطا. إذا كان مثلا في سيارته ودخل في طريق فيه أناس يمشون، يجب عليه أن يسوق سيارته بحذر، وأن يمشي برفق، وأن يحذر من أن يصيب أحدا من المسلمين بأذى. إذا كان يحمل أشياء حادة من حديد أو غير ذلك ويمشي فيها في الطريق ينتبه لا يصيب أحدا من الناس بأذى. فهذا حديث عظيم في هذا الباب، باب تعظيم حرمات المسلمين، تعظيم حرمات المسلمين. المسلم له حرمة ويجب أن ترعى هذه الحرمة، وألا يعرض أي مسلم لشيء من الأذى، لا أذى قولي ولا أذى فعلي. نعم.